بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الضيوف الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم على مشاركتكم لهذا المؤتمر الأول في نوعه. وطبعا نحن كتركستانيين سعدنا بالمشاركة المتميزة سواء من العلماء أو من الدول المختلفة، وهذا إن شاء الله يعطينا أمل في نفس الوقت أن هذه القضية من القضايا الحية في العالم الإسلامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرر مثل هذه اللقاءات في السنوات المقبلة حتى يعرفنا كل العالم أجمع. بارك الله فيكم جميعا. بالنسبة للموضوع الاحتلال الصيني لتركستان الشرقية والعدوان عليها، طبعا كثير منكم يعرف قضية الاحتلال وما يدور فيها من مظالم، ولكن هناك بعض الناس ربما يبررون موقفهم المتخاذل أو لا يعرفون. عندما نتحدث عن الصين يقولون مثلا، كنا نسمع أحيانا من بعض البسطاء: الصين أحسن الناس. عندما نسمع مثل هذه الكلمة طبعا قلوبنا كاد يكون يعني في مرحلة الانفجار، لأننا نعاني من هذا النظام القاسي. ولذلك أولا أنا أتحدث عن طبيعة النظام الصيني. أولا لكل منا، لكل باحث، أن يفكر قبل أن يطلق على أي نظام أن يعرف طبيعة هذا النظام. طبيعة النظام الصيني أولا، ديانة الصين كما نعرف، كما قال المقدم في بداية الكلمة، ديانة بوذية. هم يشركون بالله عز وجل قبل كل شيء، وبنص القرآن أن المشركين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ولذلك عندما نطلق على الصين صينيين عموما علينا أن نعرف أن ديانتهم ديانة بوذية والشرك. طبعا الشيوعيون كما تعرفون هم ملاحدة لا يعرفون بدين أصلا، معنى ذلك أنهم أشد عنفا وقسوة حتى من المشركين، لأن المشركين ولو كانوا بالباطل يؤمنون بدين، والقرآن وصفهم بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. أما الملاحدة فهم يعني فوق هؤلاء المشركين عداوة للذين آمنوا. وثانيا أن الشواهد التاريخية بالنسبة لطبيعة النظام الصيني تدل أن هذا النظام نظام استبدادي من قديم الزمان، قبل أن يكون شيوعيا. حتى في فترة الملوك وقبل الشيوعيين طبيعة النظام الصيني من قديم الزمان نظام استبدادي ونظام فردي، لم يكن فيها لا برلمان كما هو معروف مثلا في الدول الأوروبية من قديم الزمان، كلها نظام استبدادي وفردي. ولذلك لكل إنسان أن يتذكر هذه الحقائق عندما يتعلق الأمر بالصين كدولة. ثانيا طبعا بعد الاحتلال الشيوعي على الدولة الصينية وبعد سيطرة الشيوعيين على الدولة الصينية، هم دائما استعملوا العنف والشدة في معاملات شعوبهم قبل غيرهم أصلا، يعني قبل غيرهم. هناك كلام لموزيتونغ الرئيس الصيني الأول يقول: العنف واستعمار القوة هو الوسيلة الوحيدة والأساسية التي وصل الحزب الشيوعي بواسطتها إلى السلطة. هذا وسيلة وحيدة لوصولهم إلى السلطة وإلى الحكم، فما بالكم بمن وقع تحت احتلالهم وتحت حكمهم. حتى هو يقول مفتخرا في بداية حكمه في الخمسينات القرن الماضي، يقول: في فترة وجيزة الحزب الشيوعي قضى على أكثر من 1,000,000 فرد من أعداء الثورة.
يفتخر بقتله مليون من البشر في بداية حكمه، فما بالكم بالمسلمين الذين وقعوا تحت احتلال هذا النظام. ودائما وثالثا الحزب الشيوعي دائما يلجأ إلى الكذب والخداع لتبرير العنف، لتبرير الممارسات الظالمة والجائرة. في الستينات مثلا قسموا الشعب، قسموا الناس إلى اتجاهات مختلفة، قد يكون الابن في اتجاه والأب في اتجاه آخر، كلاهما يلعن الآخر. الأبناء والأسر كلهم حكموهم بالتقسيم فيما بينهم، وهذا أيضا من الأساليب. له كلمة مشهورة يقول: لا بد من الثورة في كل فترة، في كل 9 سنوات 10 سنوات لا بد من الثورة للقضاء على أعداء الثورة. ولذلك سياسة الصين في تغير مستمر منذ أن احتلت تركستان الشرقية، استعملوا أساليب مختلفة ومتنوعة. ولذلك علينا أن نفكر جميعا، خصوصا الباحثين والكتاب، عندما يتحدثون عن الصين يعرفون هذا النظام يعني من الداخل، أن هذا النظام نظام استبدادي وشمولي، ونظام وصل إلى الحكم بالعنف واستمر بالعنف والظلم والقهر للاستمرار في الحكم. هذا ما يجب أن يعرف الجميع. أما بالنسبة لتركستان الشرقية تاريخيا كما أخبرتنا وأمتعتنا الأستاذة الدكتورة بارك الله فيها، هذه المنطقة وهذا الشعب ملك لأهلها من قديم الزمان. هم من المسلمين، قبل أن يكونوا مسلمين كان هناك ناس هم لم ينزلوا إلى هذا الأرض من الفضاء. الآن يقولون الإسلام، وهؤلاء أتوا من بلاد أخرى، هكذا يقولون، كأن هذا الأرض أرضهم من قديم الزمان. يقولون أن هذا الإسلام وأن هذا الشعب قبائل متنقلة انتقل إلى هذا المكان. عندما نسألهم متى انتقلنا لا يجيبون. ونحن كشعب تركستاني كنا في تلك الأرض من قديم الزمان ولم ننتقل، ونحن لسنا أصحاب رعي كانوا ينتقلون في كل صيف مثلا من مكان إلى آخر. هناك من الشعوب التركية من هو مهتم بالرعي، فعلا كان ينتقل من مكان إلى آخر، ونحن كتركستانيين وأيغور نحن أصحاب زرع، كنا نزرع. الذي يزرع يبقى في أرضه ولا ينتقل من أرضه. هذا أولا. طبعا لا أدخل إلى التاريخ كثيرا حتى لا أخذ من وقتكم الكثير، والوقت محدد كما أمرنا المقدم. بعد الاحتلال الصيني أستطيع أن أقول أن الممارسات الصينية في تركستان الشرقية مرت بأربع مراحل. المرحلة الأولى بعد الاحتلال من سنة 49 إلى سنة 56، هذه السنوات القليلة كانت مرحلة تمسكن. في المثل العربي يقولون تمسكن حتى تتمكن، تمسكن حتى تتمكن. هم عندما جاءوا كانوا الجنود الصينيون يخدمون الفلاحين وبسطاء الناس، كأنهم أتوا لهذا الأرض لكي يعمروا هذا الأرض ويخدموا هذا الشعب. حتى المدارس في كاشغير لم تغلق في بداية الأمر. لغاية 56
المدارس كانت موجودة، المدارس الإسلامية كانت موجودة، وعاملوا الشعب يعني كأنهم أتوا لإنقاذهم من براثين القديمة، من الحكم القديم، وأتوا لتحرير هذا الأرض. استعملوا هذا الأسلوب، تمسكن حتى تتمكن. وبعد ذلك طبعا من سنة 56 غيروا كل هذه السياسة وأقامت ما يسمى الثورة الثقافية. الثورة الثقافية معناه القضاء على كل ما هو قديم، سواء هذا القديم دينا أو لغة أو عرفا أو تقاليد. هم غيروا في تلك الفترة كتابة الحروف من العربية إلى اللاتينية. أصلا كانت قديما بالحروف العربية، وبعد ذلك الكتابة تغيرت من سنة 56 إلى الحروف اللاتينية، واستمر الوضع كما هي عليه لبداية الثمانينات، أي حوالي أكثر من ما يقارب 25 عاما، واستمر الوضع. في تلك الثورة الثقافية قتل الكثير من العلماء والسياسيين والمفكرين والكتاب وأصحاب الأراضي والأغنياء، كل بحجة أن الأغنياء هم الذين أخذوا أموال الفقراء، والإقطاعيين يعني عندهم حجج كثيرة، وحججهم كما قلت في بداية الكلام لا تنتهي، بالكذب والتزوير والخداع لكل الناس. واستمر الوضع يعني شديدا بعنف في تلك السنوات، ولكن بحكم أن الصين كدولة في تلك الفترة كانت ضعيفة من الناحية التكنولوجية والاقتصادية، ولذلك كان قبضتهم لم تكن شديدة كما هي عليه الآن. لماذا؟ لأن الصين كدولة كانت ضعيفة أصلا، ولذلك مثلا في تلك الفترة إذا كان شخص ما في بلد في كاشغير أو في خوتان مثلا مطارد، ممكن هو يهرب إلى غلجة أو أقصو إلى أي بلد، ممكن يبقي على حياته، يستطيع أن يحافظ على حياته. ولذلك الآن نجد هناك حتى في القاعة بعض الإخوة بعض الأساتذة قد يكون أصله ومولده في خوتان ولكنه عاش في غلجة مثلا، أو في كاشغير ولكنه عاش في أورمشي. لماذا؟ كان في ذلك الوقت لم يكن هناك أجهزة كمبيوتر ولا البطاقة الشخصية كما هي عليه الآن، والذي يهرب من وضع ما كان بإمكانه الحياة في مدينة أخرى. وأيضا في القرى والأرياف رغم المنع لكل شيء للتدريس الإسلامي وللعلوم الإسلامية، ولكن بالليل على الأقل يجتمع عند الشيوخ بعض الأفراد وبعض الطلبة يتعلمون. لم يكن هناك أجهزة مراقبة كاميرا وغيرها، ولم يكن هناك أجهزة ذكية تلفونات المحمولة مثل هذه في تلك الفترة، ولذلك رغم القسوة ولكن قبضتهم الحديدية لم تكن كما هي عليه الآن. ومرت هذه السنوات 25 بهذا الشكل والظلم والعنف، ولكن بسيطرة أقل. وبعد مرحلة الثمانينات طبعا هناك مرحلة الانفتاح الجزئي للصين على العالم الخارجي عموما. بعد موت موسيتونغ الصين أعلنت أنها يعني تنفتح للعالم الخارجي حتى تتطور من الناحية الاقتصادية وغيرها. من ثمانينات لغاية عام 2001 أي قبل أحداث 11 من سبتمبر استمر الوضع يعني إلى حد ما في حرية للناس، ولكن ليست من الناحية الرسمية. من الناحية الرسمية لم يكن هناك مدارس مثلا رسمية للأويغور، ولكن قد تغمض الطرف عن بعض العلماء والمفكرين والكتاب أن يدرسوا الطلبة العلوم الشرعية وغيرها من العلوم. وفي نفس الوقت التعليم الإجباري في المدارس مثلا هو تعليم إلحادي أصلا منذ سيطرتهم إلى يومنا هذا، تعليم إلحادي، يعلمون الأولاد الإلحاد في المدارس،
ولكن كثير من الطلاب والأولاد عندما يعودون إلى بيوتهم يتعلمون الدين والعلوم الإسلامية وحفظ القرآن الكريم إما من أسرهم وإما من الشيوخ المنتشرين في ربوع البلاد. يعني هذه الفترة أستطيع أن أقول أنها فترة مرحلة انفتاح جزئي للخارج وللداخل أيضا. وبعد 11 من سبتمبر كما تعرفون الصين ركبت على هذه الموجة، موجة الحرب على الإرهاب، وأصبحت تنادي في العالم وتدعي أن هذا الشعب وأن هذه المنطقة فيها إرهابيون ويمارسون أعمال الإرهاب كذا وكذا. وفي حقيقة الأمر أصلا هذا الشعب هذا أرضهم وهذا حياتهم، يعيشون بحياتهم، ولكن الصين استثمرت واستغلت الظرف العالمي والظرف الدولي للحرب على الإسلام بحجة الحرب على الإرهاب. ولذلك بدأت السياسة الصينية تجاه تركستان الشرقية بالتصاعد المستمر إلى أن وصلوا إلى مرحلة الإغلاق الكلي. من سنة 2001 أي بعد 11 من سبتمبر لغاية عام 2017 في السياسة هناك تدرج في سياسة التصعيد والعنف ضد الشعب التركستاني. في البداية بدأوا يمنعون الطلاب مثلا من الدروس عند الشيوخ بكثرة. عندما يجتمع إلى أي شيخ مثلا مجموعة كبيرة من العلماء من الطلاب هذا ممنوع. وبدأوا يسجلون الطلاب والعلماء والمفكرين. وحتى بعد سنة 2009 من تبريرات الصين الخادعة والكاذبة قالوا مثلا يعني من سجل على أنه أولاد زيادة من المسموح بهم في القانون نحن لا نأخذ منهم. كنت تقول نصف ساعة يعني حتى ما شعر كيف إذا ممكن تعطيني 5 دقائق زيادة لأني أهل بلد، يعني لأهل البلد يجوز ما لا يجوز لغيرهم. الله يبارك فيك. أجمل هذه الكلمة. يعني هذه المرحلة يعني مثلا سجلوا كل الناس عنده طلاب أو درس في الدين عنده أولاد زيادة كلهم في البداية قالوا نحن نعفو عن المخطئين ولا نمارس عليهم أي شيء. والناس طبعا بطبيعتهم البسيطة سجلوا فلان مثلا درس وفلان عنده 5 من الأولاد 2 زيادة من 3 مثلا. ولكن ماذا حصل؟ كل الأوراق مسجلة عندهم. بعد عام 2017 قبض على الملايين بهذه الأوراق المسجلة. الذي درس في الدين والشريعة موجودة عندهم في كثير من الحالات. أولاد زيادة موجودة. يعني هم كانوا في السابق يستعملون هذا الأسلوب في الثورة الثقافية. الذي يعترف بخطئه نحن نعفو عن خطئه، والناس يعترفون وبعد ذلك يحاكم الشعب المعترف باعترافه. وهذا بعد 17 كما تعرفون، يعني الوضع كلكم تعرفون المعسكرات وما يجري في المعسكرات، أخونا إن شاء الله سيلقي. هنا أطرح سؤالا يثار عند كثير من المسلمين والسياسيين والكتاب وحتى بعض العلماء، يقولون مثلا أن المسلمون في الصين في الداخل الصيني يتمتعون بحرية لأنهم يعيشون بسلام مع الدولة الصينية، أما أنتم أيها المسلمون التركستانيون أو الأيغور عندكم مشكلة سياسية مع الصين، مشكلة سياسية مع الصين.
الصين في الأصل لا تحارب الدين، ولكنها تحارب نزعة الانفصال والتطرف عندكم. هكذا يثار أسئلة في البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية. وأنا سئلت أكثر من مرة من بعض الصحفيين: أصلا مشكلتكم سياسية وليست دينية مع الصين. لماذا؟ لأن المسلمون الصينيون يعيشون بحرية في الداخل الصيني، وأنتم أصلا لا تعيشون بسلام مع الصين، ولذلك الصين تضطهدكم. أولا نقول لصاحب هذا السؤال: مشكلتنا مع الصين فعلا هو مشكلة الغاصب ومشكلة المحتل. الصين تعرف هذا الكلام. الصين من داخلها تعترف أنها اغتصبت هذا الأرض وأنها احتلت هذا الأرض. هذا أولا. وثانيا، المسلمون في الداخل الصيني الذي يطلق عليهم اسم التونغان هم مسلمون، ولكنهم لا يتميزون عن الصين بغير الإسلام. ثقافتهم واحدة مع الصينيين ولغتهم واحدة مع الصينيين. هم يحتفلون بالأعياد الصينية كلها، طبعا يحتفلون بعيدين الفطر والأضحى، وفي نفس الوقت يحتفلون بالأعياد الصينية كلها. لا يميزهم عن الصينيين أي شيء، شكلا ولغة وثقافة وأسلوب حياة، حتى في الأكل. هذا أولا. وثانيا، هم منتشرون في المدن الصينية كلها، ولا يتمركزون في أغلب الأحوال في منطقة واحدة، ولذلك لا يشكلون أي تهديد للحكم المركزي الصيني الشيوعي. وثالثا، من قال لكم أن المسلمين الصينيين يتمتعون بكل حريتهم، هذا غير صحيح. هم أيضا يتعرضون لمضايقات. ألم تروا أن هناك قباب لمساجد لهؤلاء هدمت في السنوات السابقة؟ وكثير من المساجد التي بنيت على المعمار الإسلامي والعربي في المدن الصينية للمسلمين الصينيين هدمت أيضا. ومطاعمهم التي بنيت على المعمار الإسلامي إما غيرت إلى المعمار الصيني وإما هدمت. حتى مجرد كلمة حلال للمطاعم للمسلمين الصينيين في الداخل الصيني أيضا مسخت ولم تسمح لهم أيضا. ولذلك على المثقف وعلى من يدلي يعني بمثل هذه التصريحات أن يفكر قبل كل شيء النظام الشيوعي، نظام صيني نظام شيوعي ملحد لا يعترف بدين، وهدفه الأساسي كما هو معروف في أبجديات الشيوعيين القضاء على الدين وعلى الأديان، من أبجديات الحزب الشيوعي في كل مكان. الذين يعيشون في مثلا في البوسنة عند الحكم الشيوعي يعرفون هذه القصة. من أبجدياتهم أن الدين أفيون للشعوب. لماذا يبرر الجرائم الصينية مثلا بأنها جرائم ليست ضد الدين؟ هذا أولا. بالنسبة للوضع التركستاني الذي يتحسس، يعني عندنا مثل الذي شرب مثلا ماء ساخنا يتحسس من الثلج، يتحسس من الثلج. الصينيون يعترفون باستعمالهم كلمة شينجان على أن الأرض وأن هذا الحدود حدود جديدة. ولذلك هم لكي يمارسوا الدمج القسري والاستيعاب القسري للشعب التركستاني يستعمل هذه الأساليب الخشنة لطمس الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام هو الحاجز وهو المانع الذي منع هذا الشعب من الاندماج مع الثقافة الصينية، والإسلام هو الحاجز الأكبر أمام الصين.
ولذلك للوصول إلى هدفهم الحقيقي وهو استيعاب هذا الشعب ودمج هذا الشعب مع الشعب الصيني، القضاء على الإسلام وسيلة لوصولهم للهدف، ولذلك يستهدفون القضاء على الإسلام للوصول إلى هدفهم الحقيقي، وهو دمج هذا الشعب قسريا مع الشعب الصيني، والقضاء على التمييز الثقافي واللغوي والديني. هذا سياسة الصين من قديم الزمان. في الصين 56 قومية، الآن لم يبقى هناك قومية. 80% من هذه القوميات اندمجت واستوعبت في الثقافة الصينية واللغة الصينية، ولذلك هم يمارسون أساليب مختلفة للقضاء على الإسلام في تركستان وللقضاء على تميز هذا الشعب من الناحية اللغوية والثقافية للوصول إلى هدفهم، وهو القضاء على هذا الشعب من جميع النواحي حتى يندمجوا مع الصينيين ثقافة ولغة وأعرافا وتقاليد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.